مقتل شاب بعد خطف ونهب سيارته من قبل عصابة مسلحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قتل شاب في العقد الثالث من العمر بعد تعرضه للخطف ونهب سيارته التي يعمل فيها من قبل عصابة مسلحة جنوب العاصمة صنعاء. وقالت مصادر محلية أن مروان عبده علي السلاية من أبناء مديرية مبين محافظة حجة يعمل مع والده سائق سيارة منتقلا بين اليمن والسعودية. وبحسب المصادر خرج يوم أمس من السعودية وسافر عن طريق مأرب ليختفي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. تم العثور على جواله المحمول في شارع تعز بالعاصمة صنعاء. وبعد البحث وجد الشاب مروان مقتولا في منطقة بلاد الروس، فيما سيارته تم العثور عليها في خولان وعليها آثار الرصاص. وأشارت المصادر إلى أن سيارته التي تم العثور عليها وجد بها جواز سفر لأحد أفراد العصابة. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم في كل مكان.